أقيمت صلاة الاستسقاء بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا للأمر المولوي القاضي بإقامة صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة. روبورتاج في الموضوع لهاجر العزوزي ورضا خليل. تنفيذا للأمر المولوي من الملك محمد السادس، أقيمت اليوم الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء صلاة الاستسقاء، وذلك لإحياء سنة النبي المصطفى عليه السلام كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه. دأب المغاربة على إقامة صلاة الاستسقاء في جو من الخشوع، من بينهم أطفال وطلبة الكتاتيب القرآنية وعدد من طلبة المعاهد يتضرعون إلى الباري جلت قدرته بالدعاء والاستغفار بأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته. جئنا لنصلي صلاة الاستسقاء استجابة لنداء أمير المؤمنين حفظه الله، وهي سنة عند احتباس المطر، ويستحب الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فرفعت أكف الضراعة لله عز وجل استدرارا لرحمته وعطائه، والذي لا يخيب من رجاه وتوجه إليه بأن يعم المطر النافع كي تخرج الأرض خيراتها وزينتها. اليوم خرجنا باش نصلي صلاة الاستسقاء، لا سيما اللي وقع في البلاد، يعني الغيث، يعني هذا وقت الغيث ما كاينش، نطلبوا من الله انه يكون الغيث. وفي تصريح صحافي أبرز محمد مشان رئيس المجلس العلمي الجهوي للدار البيضاء سطات أن صلاة الاستسقاء هي من الأحكام السلطانية والتي تأتي بأمر من الملك محمد السادس، حيث يتم إحياء شعيرة من شعائر الإسلام من خلال التضرع لله بأن يشمل عباده برحمته. خرجنا اليوم تنفيذا للأمر المولوي السامي لمولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده بإقامة صلاة الاستسقاء، فخرج الكبار والصغار وحملة القرآن وحفظة القرآن والأطفال الصغار، خرج الجميع ليقيموا صلاة الاستسقاء، وهي صلاة فيها ركعتان وخطبتان. الغاية منها أننا كنستغفروا سيدي ربي، وأننا كنلتجئوا لسيدي ربي، وأننا كنوقفوا بسيدي ربي وكنلتجئوا ليه باش يغيثنا ويرحمنا برحمته الواسعة سبحانه جل في علاه. حنا فاش كنخرجوا حنا كنحيوا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مولوي نعم، ولكن راه حنا كنحيوا به سنة سيدنا محمد وكنديروا شعيرة من شعائر الإسلام. فشارك في صلاة الاستسقاء بمسجد الحسن الثاني كل من والي جهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات وممثل المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وعدد كبير من المواطنين.